اليوم سنتحدث عن قضايا الأمة، وإريتريا جزء منها، وما يحدث اليوم في الشرق الأوسط من حروب لا ينبغي لنا أن نمر عليها ونحن عنها معرضون، إذ نحن جزء من هذه الأمة. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية خطيرة على الشرق الأوسط خاصة، بل على العالم عامة. ونحن نتساءل ما دورنا كإريتريين تجاه هذه الحرب؟ ما الذي تريده أمريكا من إيران؟ وما الذي تريده إسرائيل من إيران؟ ولماذا إيران تستهدف دول الخليج؟ وكيف الأوضاع بين إريتريا وأثيوبيا في ظل هذه الحروب؟ وما أخبار السودان؟ وكذلك هل هناك مخططات خفية نحن لا ندركها بين إيران وإريتريا أو بين إيران وإسرائيل؟ هل هناك أبعاد خفية يراد منها فعلا القضاء؟ ما موقف المسلمين من أهل السنة والجماعة من الشيعة؟ وما موقف الشيعة في العالم من أهل السنة؟ هل لديهم ارتباط ووحدة في القضاء على هذه الفتنة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على شيخنا أستاذنا الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف والخبير السياسي في القرن الإفريقي. فأهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياكم الله دكتور حسن. بعد ذي بدء إلمام عام، نحن طبعا نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار الدقيقة والمحللين وغيرهم، لكن نحن نريد أن ننظر على هذه الأخبار ونطلع عليها من زاويتنا نحن، بنظارتنا نحن، بمرئنا نحن كإريتريين وكسودانيين كقرن أفريقي. فنريد إلمام عام ثم سندخل في التفاصيل إن شاء الله، والميكروفون بين يديكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما يجري يمكن أن ألخصه في عبارة صراع المشاريع. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان يقول: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير. هذا التداعي الأممي منذ أن سقطت الخلافة الراشدة وسقطت الدولة المركزية للأمة بمجموعها، حصل نوع من التفكك ونوع من التفتيت لمنظومة الدولة المسلمة وشعوبها، وتحولنا طبعا إلى منظومة الدويلات القطرية التي لا تستطيع للأسف الشديد لا أن تحمي نفسها ولا أن تحمي شعوبها ومواردها، وبالتالي ظلت القوى الخارجية بشكل أو آخر حاضرة في المشهد، حاضرة بنفوذها، حاضرة بقواعدها، حاضرة بجيوشها بلا شك. يعني أضف إلى ذلك هنالك مشروع تم زراعته في منطقتنا، وهو المشروع الصهيوني منذ 1917، وإلى اليوم هو عبارة عن خنجر في وسط هذه الأمة، يتوسع على حساب شعوبها، يعمل على تدمير مقدساتها، يخوض معركة مع شعب من شعوب هذه الأمة مباشرة على الأرض الفلسطينية، وبالتالي هذه معركة مستمرة يعني منذ سنوات وليست معركة آنية. في ظل هذا الوضع أيضا تظهر فكرة كيف يمكن أن تدار المنطقة أو القوى الدولية، كيف تعمل على إخضاع شعوب المنطقة. فتعمل مثلا على فكرة إحياء القوميات من جهة وإحياء الطائفيات من جهة. فتجد أنه في كل منطقة من المناطق مثلا القوى الدولية اللي تحديدا القوى الغربية اللي هي مسيطرة على منطقتها تعمل مثلا على إحياء فكرة القوميات. فتجد مثلا تعمل على إحياء فكرة الكردية كقومية، وإحياء فكرة الفارسية كقومية، وإحياء فكرة القومية العربية وإحياء الأمازيغية في حالة من الحال، وهكذا. فمن جهة تحاول أن تسعى إلى إحياء القوميات حتى تعمل على إيجاد الصراعات البينية. من جانب آخر أيضا تعمل على إحياء الطائفيات الدينية.
وأكثر طائفة تقريبا خلال العقود الماضية تم توظيفها بشكل خطير جدا هي الطائفة الشيعية والممثلة في إيران على وجه التحديد، باعتبار منذ أن تسلمت الثورة الإيرانية، ثورة الخميني، الثورة التي جاءت 79 تسلمت الوضع في إيران، ظهرت باعتبارها دولة لها مشروع سياسي. ولا بد أن أشير إلى هذه المسألة على وجه التحديد، لأن كثير من الناس للأسف الشديد يختزلون المشهد وكأنه الخلاف شيعي سني بهذا البعد، وكأنه والله الشيعة حالة عقائدية، حالة فقهية، حالة مذهبية، وليس لها مشروع سياسي. هذا المشروع السياسي له أدوات، له قيادة، له دولة، طامح في التوسع، طامح في التمدد، طامح في تصدير الثورة. لأنه من اللحظة الأولى التي قامت فيها الحكومة الإيرانية في 79 نصت على أن الدولة هي نظامها نظام طائفي، يعني نصت على أن من يقود الدولة هو المذهب الاثني عشري، وبالتالي هنا أنت أمام مشروع إيه؟ أمام مشروع طائفي بامتياز. فيه خلطة فارسية، هذه قصة أخرى، لكن المشروع ينص على أن المادة 12 مثلا في الدستور الإيراني تنص على أن المذهب الذي يحكم الدولة هو المذهب الاثني عشري. طيب، ما في إشكال لو أن المذهب أيضا مذهب فقهي يحكم فقط شعبه، ما في إشكال. خلينا نقول في النهاية كأي دولة من الدول إذا في أغلبية فيها يمكن أن يكون هنالك مذهبا سائدا، ما برضو نتجاوز هذه. لكن لما يكون هنالك هذا المذهب قائم على فكرة الإمام الغائب، وقائم على أن هذا الإمام الغائب منظومة الأفكار والتصورات التي تحكم الطائفة، هو أنه لا يستطيع أن يظهر أو لا يستطيع أن يتمدد ولا يستطيع أن يتقوى في المنطقة إلا إذا خاض حروبا مع المكون الآخر الذي يراه أن يرى معركته معركة وجودية معه، وهو من يسمونه هم باليزيديين. فيصنف السنة جميعا بأنه والله أتباع يزيد، وبالتالي معركتهم مع يزيد اللي هو قاتل الحسين، اللي هو في نظرهم هو امتداد لهذا المذهب. وبالتالي أنت أمام مشروع لا يمكن أن يتمدد ويتوسع إلا على حساب هذه المكونات. وبالتالي عمليا ما الذي حصل؟ عمليا الذي حصل أن هذا المذهب أو هذه الطائفة تمددت في العراق، وتمددت في اليمن، وتمددت في عدد من البلدان بما فيها سوريا. وكان طبعا استثمرت في القضية الفلسطينية استثمارا ممتازا جدا عندما رفعت شعار إنه والله أنها تقف مع القضية الفلسطينية، بغض النظر إنه والله الأدبيات العقائدية الشيعية هل أصلا عندها في تصوراتها موضوع القدس اللي هو فتحها عمر بن الخطاب يشكل عندها حالة كما هو عندنا، يعني حالة مقدسة كما هي عندنا، أم لا يشكل؟ بعيدا عن ذلك، لكنهم رفعوا شعار دعم القضية الفلسطينية، وبالتالي دخلوا مع حركات المقاومة السنية في فلسطين. وظلت هذه الحالة على كل ترفع دعم القضية الفلسطينية من جهة، وترفع أيضا قتل الشعوب السنية من جهة أخرى. وبالتالي أنت أمام مشروع له كذلك توسعه وامتداداته وخطورته. طبعا وصل هذا المشروع قمة ما لديه من حيث التخادم يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية في الثورة السورية، وضرب كذلك الحالة العراقية على وجه التحديد، أضف إليها اليمن. في هذه الفترة لاحظنا أي متابع وأي مراقب للمشهد العربي أو المشهد الإسلامي في المنطقة لاحظ بأن والله إيران كانت تتحرك تحت المظلة الأمريكية من جهة كما هو الحالة في العراق، وكما هو الحالة كذلك في اليمن، وتحت المظلة الروسية مثلا تحديدا كما هو الحالة في سوريا. يعني سوريا الكل يعرف بأن والله من جلب القوات الروسية وأقنع بوتين على وجه التحديد بأهمية أن يوجد قطاعا من خلال الطيران الروسي للقضاء على الثورة السورية هو تقريبا هذه المجموعة اللي هو سليماني على وجه التحديد. على كل وصلنا أخيرا، حتى لا أطيل بالمشاهد، وصلنا أخيرا إلى أحداث الطوفان. وهنا جاءت خلينا نقول شعور المشاريع هذه، بغض النظر بينها تفاهم ما بينها تفاهم، لكن دخلنا في مرحلة حساسة أسميها عجز القوة التي كانت مهيمنة على المشهد تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، عجزها في أن تضبط الإيقاعات بين هذه المشاريع. يعني في السنوات الماضية كانت قادرة تضبط الإيقاع، وفي فترة ذات الرئيس اللي هو الرئيس الأمريكي قبل ما يأتي بايدن قبل بايدن اللي هو أوباما، رئيس أوباما مثلا استطاع أن يصل مع الحالة الإيرانية إلى توافق كبير في محاولة القضاء على ثورات الشعوب العربية.
وصل معهم إلى تسوية وعمل اتفاق سموه الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني. وكان من ضمن هذا الاتفاق توسيع النفوذ الإيراني، من ضمن هذا الاتفاق إخراج أعداد كبيرة جدا أو كميات كبيرة جدا من الأموال الإيرانية اللي كانت محتجزة، سمح لهم تقريبا ب 14-15 مليار. وكل ذلك في محاولة تعزيز وجود، لأن الأمريكان لا يستطيعوا أن يقفوا أمام شعوب رافعة شعار الحريات. فماذا فعلوا؟ فتحوا المجال للمكون الشيعي بأنه هو الذي يقوم بالقضاء على هذه الحالة، فدخلوا على الثورة اليمنية وأفسدوها من خلال دعم الحوثيين والوصول إلى صنعاء وإسقاط النظام. وللأسف الشديد طبعا دخلت معهم بعض الدول العربية التي كانت أيضا قلقة من حالة الثورة. دخلوا في الحالة العراقية طبعا وتمت السيطرة على الوضع في العراق والقضاء على الحالة السنية بشكل كبير. دخلوا في الحالة السورية وأيضا لمدة 10 سنوات أو أكثر أيضا عطلت الثورة السورية تحت الطيران الروسي وتحت ضربات حزب الله والميليشيات الإيرانية. لما جاء الطوفان إلى الطوفان كانت التفاهمات موجودة، ما كان فيه صحيح. ممكن نقول والله القلق اليهودي أو القلق الصهيوني من المشروع الإيراني هذا لا يخفى، يرونه بأنه مشروع بالنسبة لهم مشروع ضرار، إنه والله اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية في بعض المناطق على هذا المشروع بترى إسرائيل بأنه والله هذا المشروع بالنسبة لها مشروع مهدد، ويمكن في لحظة من اللحظات أن يكون الرهان الأمريكي على هذا المشروع، وبالتالي هي قد يعني يضيق نفوذها ويتراجع. لما جاءت أحداث الطوفان طبعا الصهاينة حرصوا منذ البداية أن يتهموا إيران بشكل مباشر بأنها داخلة في هذا الموضوع وأنها دعمت هذا المشروع اللي هو موضوع الطوفان. وبالتالي لعبوا على خطين. الخط الأول هو الخط الأمريكي، وذهب مع الإيرانيين في اتجاه التهدئة، إنه حاولوا أنتم كدولة إيرانية لا تدخلوا على الخط، اتركوا موضوع نحن سنعمل على احتواء الموقف، وخلال فترة سيتم إنهاء الحرب. حجدت للأسف الشديد إيران في فترة ضرب غزة، لأنه كثير من الناس يتساءلون إذا كانت والله هي ترفع شعار وحدة الساحات وترفع دعم القضية الفلسطينية ومشروع المقاومة، لماذا مثلا لم تدخل إيران وغزة كانت خلال عامين كاملين تضرب وتقصف ويقتل شعبها؟ لكن النتيجة طبعا حصل خداع كبير جدا بالنسبة للإيرانيين، وتصوروا بأن والله هذه المعركة قد يخرجوا منها بتفاهمات تكون مكتسب بالنسبة لهم، فضبطوا إيقاع حزب الله. وكان بالإمكان حزب الله نفسه أن يعمل كثير من الإشكالات. لأكثر من سنة تقريبا كان حزب الله مش قادر يتقدم، إلى أن جاءت اللحظة اللي على الأقل أضعفت فيها المقاومة داخل فلسطين وتم الالتفات إلى حزب الله، وحصل أيضا ما حصل من إضعاف بالنسبة له. نتنياهو هنا لاحظ بأنه والله خلاص استطاع أن يضعف الحزب، استطاع يضعف المقاومة في فلسطين، ليس أمامه إلا إيه؟ إلا إيران، ليس أمامه إلا إيران. فجر الولايات المتحدة جرا إلى أهمية أن تضرب إيران. وحصلت طبعا عملية ضرب إيران في خلال ال 12 يوم الأولى أيام الحرب، ثم وصلوا إلى الأمريكان هدؤوا الموضوع، لأن الأمريكان ما كانوا يريدون أصلا جر المنطقة إلى هذه الحرب التي وصلنا إليها. طبعا ماذا حصل خلال الفترة الماضية؟ حصل أن اليهود ومن خلال وسائلهم المختلفة مثل اللي هو موضوع أبستين، هذا الفساد الذي أظهرته الكثير من المواقع، يبدو مارسوا ضغوط كبيرة جدا على ترامب في أنه إما أن يذهب معهم إلى هذه المعركة، وإما أنه ربما يكشف كثير من الأشياء قد تسقط حتى ترامب. وترامب طبعا ما يهمه هو سلطته، وما يهمه هو بقاؤه على العرش بأي شكل من الأشكال. وما يستبعد أيضا يكون هنالك وسائل ضغط أخرى من التخويف وغيرها. ونحن نعرف كثير من الرؤساء الأمريكان يخضعون لهذا النوع من الابتزاز، وإذا لا يخضعوا، إذا لم يخضعوا قد يتعرضون حتى التصفية الجسدية بالنسبة لهم. فعلى كل، دي قراءتي أنا، أن الإدارة الأمريكية كانت تتصور بأنها ستدخل مع نتنياهو في هذه الحرب، وأنها حرب محدودة، وأنه من خلال القضاء على رؤوس النظام وقتل المرشد هذا سيؤدي إلى سقوط النظام. ولكنها قراءة طبعا كانت خاطئة أيضا من جانب كبير جدا، لأن الحالة الإيرانية ليست بهذا التبسيط الذي تصورته الإدارة الأمريكية. فهي حالة عقائدية، حالة مؤدلجة، حالة معقدة في تركيبتها، ليست حالة كده أنت والله أمامك قوات مسلحة إذا استطعت أن تسقط القوات المسلحة. بس الآن الفاعل الرئيسي الآن في المشهد الإيراني مثلا الحرس الثوري وليس القوات المسلحة الإيرانية مثلا.
الفاعل الأساسي أمنيا وعسكريا، بينما أنت كنت تتصور بأنه والله ممكن ضربات هنا وهناك تسقط النظام. فتبين الآن بأن إيران أول شيء ما فعلته إيران أنها استطاعت أن تتجاوز الصدمة الأولى، استطاعت أن تنتخب على الأقل مرشد، استطاعت أن تغطي القيادات التي تم تصفيتها، أبرزت وجوه جديدة، ومع كل وجه جديد طبعا قاعد تظهر لنا حالة إيه؟ حالة السيطرة الأمنية والعسكرية للحرس الثوري. يعني الرموز التي بدأت تظهر الآن في أكثر من حالة هي الحالة الثورية المعبرة عن الثورة كثورة وليس عن الدولة بمؤسساتها المترهلة، لا. فأنت أمام مشهد يزداد ثورية ويزداد تشبثا على الأقل وصمودا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وليس تراجعا عنها. طبعا لما لاحظت إيران بأن الحرب يعني يصعب، كل ما عندها سلاح الجو، ليس عندها سلاح الطيران ما قوي عند الإيرانيين، معروف هذا. السلاح الذي تملكه هو الصواريخ. حاولت أن تنظر إلى القضايا التي إيران لا تملك طيران ضعيف. الطيران الإيراني ليس قويا، يعني معروف هذا في أنظمة التسليح بأن إيران من أضعف الأسلحة عندها هو سلاح الجو. يعني إيران ما شاء الله يعني استطاعت أن تصنع صواريخ باليستي مسافات بعيدة، ما استطاعت أن تصنع. على كل هذه واحدة إشكالات، هي دائما طبيعة الجيوش هكذا والدول أحيانا يعني. إما أنه والله عندنا مشكلة في الشراء أو غيرها يعني. لكن هي عندها الأسلحة الباليستية هذه وقوتها في هذا طيب جميل هذا العرض شيخ حسن. احنا عايزين باختصار الآن نعم. ما الذي تريده أمريكا من إيران؟ هل تريد إسقاط النظام فحسب، أو هي كما يقولون بعض أهل العلم والمحللين أنها تريد إرباك المشهد في الشرق الأوسط وإضعاف هذه الدولة القوية الإسلامية، إضعافها تماما أو إبادتها من الوجود؟ تحديدا على هذا السؤال، جاوب على هذا السؤال جزاك الله. الله يجزاك. هو الآن يبدو لي كلا الطرفين، يعني الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، الرؤية الكلية التي هم متفقون عليها هو أن هذه المنطقة تخضع لهم بلا منازع، وبالتالي لا يقبل من إيران أن تمارس أي شكل من أشكال المدافعة، حتى لو اعتبرنا هي مدافعة على مستوى الأمن القومي الإيراني. لا، يجب أن تدخل من دولة تعمل في إطار النفوذ المسموح به إلى دولة تابعة. يعني هذه الرؤية الأساسية الآن. يعني عندك دولة بتعمل في نطاق معين مسموح لها وتتحرك في سياقه، وبالتالي لا تخشى من أي اعتبارات أخرى. ليش؟ لأن القوى الدولية متى تصطدم معك؟ عندما تدخل في مساحات غير مسموح بها. هذه تقريبا مع القوى الإقليمية الوضع هكذا. في إيران في الفترة اللي فاتت كان تتحرك في المسموح به. الآن يراد لها أن تكون دولة إيه؟ إما أن يكون نظام تبعية تماما لأمريكا أو وإما أنه يجب أن يتلاشى. هذه هي لكن هل الأمر بهذه السهولة؟ طبعا كيف يتلاشى أو كيف يضعف أو كيف يتم التبعية، هذه كل واحدة لها شروط. يعني مثلا لتكون دولة مثلا تابعة، أول حاجة لابد أن تنهي الموضوع بتاع السلاح النووي، لابد أن تنهي موضوع الأسلحة الباليستية، لابد أن تنهي موضوع الأذرع والأحزاب التابعة لها في المنطقة. هذا لابد أن تذهب في الفلك الغربي بشكل عام وتترك العلاقات الصينية الروسية. هذا حالة الاستتباع. يعني كيف تكون تابع؟ يجب أن يكون ذلك هو يعني عودة مرة أخرى إلى الدولة الإيرانية التي كانت ما قبل الثورة. طيب موقف الشعب الأمريكي تجاه هذه الحرب؟ الشعب الأمريكي في كل المحطات هو دائما شعب منقسم. يعني صحيح أحيانا يصل إلى مستوى مثلا مرتفع في التأييد للحكومة عند الحروب، ومرة أخرى يحصل فيه انخفاض. فحاليا مثلا كثير من الاتجاهات رافضة تماما لهذه الحرب، إعلاميين، سياسيين، أحزاب في رفض لهذه الحرب، وتتزايد عملية الرفض أيضا داخل اللوبي نفسه أو المجموعة الحاكمة بالنسبة لترامب. هي نفسها أيضا كان الذي سوق به ترامب لنفسه وأن يعود مرة أخرى أنه والله أنا لا أريد أن أعود إلى الحروب، وأخذ على بايدن بأنه والله دخل الأمريكان في حروب. طيب الآن دخلت أنت في نفس المطب الذي كنت تنتقده. فبعض الأطياف يسموهم الماجا داخل مجموعة ترامب، هذول يرون بأنه والله يا أخي أمريكا أولا، وأنت صوتنا لك باعتبار أمريكا أولا، أنت تدخلنا الآن في متاع. كلما أيضا طالت الفترة
وتزايد الضغط الاقتصادي عليهم، أيضا حصل لهم إيه؟ حصل لهم تراجع في التأييد. حتى المؤيدين لمسألة الحرب يقول لك والله نحن ممكن نقبل بحرب خاطفة، لكننا لا نقبل بحرب طويلة تؤدي إلى التأثير الاقتصادي علينا في داخل أمريكا. فعلى كلنا المجتمع الأمريكي منقسم. من الصعب جدا أن نقول بأنه والله متوافق تماما في هذه الحرب، ليست كالحروب الأخرى. في بعض الحروب وصلت مثلا نسبة التأييد إلى 70% إلى 80%، لكن هذه الحرب المسألة ليست بهذا الشكل. جميل. طيب خلينا نختصر إذن، ما أثر هذه الحروب على القرن الأفريقي وبالذات إريتريا والسودان وأثيوبيا؟ هل لها أثر في ذلك؟ هو بطبيعة الحال الحرب لا تدور بعيدا عنا. يعني مثلا لو قلنا بأن الذي سينتصر في هذه المعركة هو الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، فأي انتصار لهم على إيران بطبيعة الحال سيكون هو مزيد من النفوذ في المنطقة، ومزيد من الإرهاق للشعوب، ومزيد من الإخضاع أيضا للحكومات. هذه طبعا مسألة لكن عمليا الآن طبعا القرن الأفريقي نفسه منقسم، يعني ليس كله تقريبا على وفاق. فالتأثير الذي حصل خلال الفترة الماضية مثلا هو التأثير الذي حصل على الدعم السريع من ضعف في بعض المناطق، في كردفان، في غيرها حصل تراجع في الدعم، لأن الإمارات انشغلت بنفسها خلال الأشهر الماضية. لكن في نفس الوقت ماذا فعلت الإمارات؟ منطقة الكرب. أيوة، ماذا فعلت خلال هذه الفترة؟ استدعت أبي أحمد الرئيس الوحيد الذي زار في هذه الحرب تقريبا أثناء الحرب لمحمد بن زايد هو أبي أحمد. يبدو أن الأثيوبيين اتفقوا في هذه الحرب أن يساعدوا الإمارات بأنه والله يفتحوا خط إمداد عن طريق أثيوبيا. وتقريبا هذا الأيام اللي فاتت الهجوم على الكرمك والدخول من خلال الحكومة الأثيوبية، كل ذلك يبدو محاولة من الأثيوبيين أن يساعدوا حليفهم المباشر في المنطقة، وأن لا يحصل نوع من السقوط للدعم السريع بسبب عدم وصول الإمداد. أضف إلى ذلك لما أنت توجد جبهة جديدة على السودان، بدل جبهة دارفور تفتح جبهة باتجاه النيل الأزرق ومنطقة الجنوب الشرقي في السودان، معنى ذلك إرباك كذلك القوات المسلحة وإضعاف كذلك دورها في السودان. أبي أحمد زار نعم زار الوحيد تقريبا خلال الفترة الماضية زار، لكن الزيارة يبدو كان واضح أنه الهدف منها هو ترتيب أوضاع هذه. هو طبعا حصل في بناء لمعسكر كبير جدا في مناطق الاتجاه الجنوب الغربي في اثيوبيا او غرب اثيوبيا باتجاه الدمازين، وهذا المعسكر منذ اشهر الحكومه السودانيه تكلمت عنه، وسائل الاعلام تكلمت عنه، ولكن الاثيوبيين كانوا ينفوا انه ما في اي استهداف للسودان وكذا. لكن وضحت الان بان هذا المعسكر بدا فعلا تتحرك منه حركات دارفور، تتحرك منه حركات النيل الازرق. انا استغرب ما مصلحه اثيوبيا في الدعم السريع؟ هل هو لارضاء الامارات؟ وللاسف الشديد طبعا كثير من الدول خاضعه بالدعم، يعني نسبة كبيرة جدا من التمويل، أنت تعرف نسبة تمويل كبيرة من موضوع السد مثلا كانت هي تمويل إماراتي. إلى الآن أيضا الاستثمارات الإماراتية والدعم الإماراتي لأبي أحمد أيضا دعم كبير جدا، وبالتالي هو الآن ينظر إلى الإمارات باعتبارها دولة حليفة بالنسبة له. إيران شدت الوطأة على الإمارات. نعم. شبه الإمارات الآن دبي شبه يعني متعطل. نعم. كيف تقرأ ذلك؟ طبعا كان يعني في أشياء سبحان الله غريبة جدا حصلت في هذه الحرب. طبعا كثير من الناس المتابعين يعرفون بأن الرئة الأساسية اقتصاديا بالنسبة لإيران كانت هي الإمارات. يعني الإمارات في السابق كانت تعتبر أكبر رئة وأكبر اقتصاد وأكبر تداول وأكبر تبادل تجاري تقريبا بين الإمارات وبين الإيرانيين. لكن الذي حصل خلال هذه الفترة أن الإيرانيين يبدو أدركوا تماما بأن الوجه الآخر للكيان الصهيوني في المنطقة هي الحكومة الإماراتية على وجه التحديد حكومة أبو ظبي، وبالتالي أدركوا كذلك حجم التحرك الأمني وحجم التحرك أيضا المخابراتي وكيف. وعلى كل في معلومات أنه هنالك معلومات سلمت من الصينيين والروس حول الدور الخطير الذي تقوم به الإمارات تجاه إيران، وبالتالي نظروا إليها بأنه فعلا هي
العدو المباشر بعد إيران. وبالتالي في بعض المناطق سبحان الله الصواريخ التي أطلقت على الإمارات أكثر من التي أطلقت على إسرائيل. وبالتالي هم يبدو واضح عندهم أنه الإمارات صنفوها بأنه هذا هو الذراع الأقوى الذي يمكن أن يؤتوا من قبله، وبالتالي فعلا حصلت الضربة. سمعت أن الإمارات تتودى الخروج من دول الخليج أو من الجامعة العربية، هل هذا صحيح؟ ما أتوقع أنها تخرج، لأنه هي ليتها مع الحالة العربية يعني تؤمن نفسها. يعني خبر غير صحيح. لا حتى الآن ما يعني طبعا قضية أن يكون هنالك إعلامي أو يكون في شخصية من الشخصيات الإماراتية تقول هذا الكلام وارد، لكن من الصعب جدا أنك أنت تعمل فكاك من الحالة الخليجية أو فكاك من الحالة العربية مع ضعفها لكن طيب صعب. نحن الآن نعيش في هذه الحرب وهي خطيرة جدا، ودول الخليج طبعا تضررت، ونتمنى لدول الخليج السلامة، خصوصا المملكة العربية السعودية وقطر نعم وعمان والبحرين والكويت. نعم هذه الدول نتمنى لها السلامة. نعم والشعب الإماراتي كذلك. والشعب الإماراتي أما النظام الإماراتي ضحية من الضحايا بلا شك، وهو شيطان العرب كما نعم. هو معروف، يعني الشعب الإماراتي نتمنى له كل خير. نعم. أما النظام الإماراتي فقد ساهم في قتل الأبرياء. نعم. سنتحدث عن السنن الكونية الإلهية نعم. في نهاية الظالمين كيف تكون، ونحن اليوم نرى كيف أن الله انتقم من هؤلاء، لكن نريد نحن كشعب إريتري ما الذي ينبغي علينا تجاه هذه الحرب؟ استعدادا، ثقافة، معلومات، هل ستضرنا حاضرا أو مستقبلا؟ كيف ترى ذلك شيخ حسن؟ نعم. هو طبعا المواقف السياسية شيخ برهان إلى حد كبير سبحان الله في واقعنا المعاصر تنطلق من أبعاد مصلحية أكثر مما تنطلق من أبعاد مبدئية أخلاقية يعني. ولذلك ستلاحظ بأن النظام الأريتري حتى هذه اللحظة مثلا لم يظهر منه شيء، يعني حتى الآن لازم الصمت، ولم يؤيد ولم يعارض حسب ما تابعت، يعني ما في شيء ظهر. لكن بالنسبة للمجلس الوطني الأريتري اللي هو المجلس الوطني المعارض، نعم، هذا أخرج بيان وإلى حد كبير راعى فيه ليس موضوع أنه والله هو الآن من بدأ الحرب كما يقول البعض يعني هو العدوان لم يراعي ذلك. هو حاول على كل أن يقف موقفا يراعي فيه مصلحة الجالية الأريترية في المنطقة العربية، في السعودية، في قطر، في كذا. ولذلك هذا المجلس الوطني ولذلك أدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واعتبر أن هذا استهداف غير مشروع وأنه مخالف للوضع الدولي وكذا. لكن في نفس الوقت حتى أيضا ننصفا لنا، اعتبر أيضا يعني العدوان على سيادة الدول أيضا هذا مرفوض من ناحية قانونية ومن ناحية دولية، ودي طبعا فيها إشارة يعني أدان أمريكا أيضا، أدان أمريكا في أنه تتدخل في شؤون الدول الأخرى دي. لكن الصورة الأكبر والأبرز التي ظهرت لكثير من الناس الذي يقرأ البيان ابتداء كأنما يحس بأنه المجلس الوطني ينحاز إلى إيه؟ إلى أمريكا. لا، ينحاز، هو ما حاول يذكر أمريكا، ينحاز الدول الخليجية، ينحاز إلى الدول الخليجية. طبعا هنا تقدير سياسي، على كل تقدير سياسي، والناس ممكن تتفق وتختلف معه. هل دول الخليج طرف في هذا الحرب أم هي تعتبر يعني منحازة إلى أمريكا؟ دول الخليج يعني ما وضعها في هذا الموضوع؟ أين هي من حل الإعراب؟ أحسن. هو في جزئية ما يستطيع أحد ينكرها، يعني أي محلل سياسي، أن هذه الدول كلها تقريبا تحت الحماية الأمريكية، وتنطلق منها كذا أو فيها قواعد كذلك يفترض أن تكون قواعد تحمي المنطقة من أي عدوان خارجي. وبالتالي هم من حيث التصنيف السياسي يعتبرون أنفسهم أنهم حلفاء لأمريكا من حيث التصنيف السياسي. لكن عشان برضو نكون دقيق في هذه الحرب على وجه التحديد، لم تكن الدول الخليجية راغبة لا من قريب ولا من بعيد في أنه يعني تندلع هذه الحرب، بل سعت الدول الخليجية بكل ما تملك لإقناع ترامب في أن لا يكون هنالك حرب، وأن الناس يجب أن تحتوي المشكلة مع إيران عن طريق السلم وعن طريق الحوار وعن طريق المفاوضات. وظلت دولة عمان إلى اللحظة الأخيرة
إلى اليوم الأخير تقريبا، وبتأييد من السعودية أنه كانت ترعى التفاوض. وللأسف الشديد طبعا الضغط الإسرائيلي كان أقوى من الضغط الخليجي في هذا الاتجاه. وأحسب بأن الآن الخليجيين طبعا لاحظوا الأضرار للأسف الشديد. لا إيران راعت موقفهم في أنهم ما كانوا مؤيدين أصلا لهذا الوضع، ولا أيضا راضين عن أمريكا التي لم تستطع أن تحميهم. يعني خلال الفترة الماضية تقريبا القواعد الأمريكية ضربت من الوهلة الأولى، والشعوب الخليجية تواجه اليوم تقريبا أقدارها بحسب ما عندها من إمكانات وقدرات. ولكن حتى هذه اللحظة لم تقرر أيضا، وهذا أنا أعتبره نوع من الحكمة، لم تقرر أيضا أن تدخل في هذه الحرب، لأن الأمريكان من؟ دول الخليج؟ دول الخليجية نعم، ما دخلت حتى الآن. لا، لم تدخل ولا أحسب تريد أن تدخل. واليوم تقريبا وزير الخارجية الروسي أكد أيضا أنه والله الدول الخليجية كانت محايدة، وبل لم تسمح للأمريكان بأنه يعني أو ما كانت راغبة أن الأمريكان يدخلوا هذه الحرب. أما نحن يقول كروس دخلنا بصورة قوية مع الإيرانيين كده. فإذا أنت أمام مشهد خليجي غير راقب في أن تكون هنالك حالة إيه؟ حالة احترام مباشر، لأنه هم يدركون، وهذا يمكن قالها أيضا رئيس الوزراء القطري السابق في أكثر من مقابلة، يقول إذا دخلنا في هذه الحرب فستنسحب أمريكا وينسحب الكيان الصهيوني من المواجهة، ويجعلوننا نحن محرقة لهذه الحرب بمواردنا وشعوبنا، ويتحولوا بعد كده هم إلى بائعي سلاح بالنسبة لنا. فيبدو إلى الآن الأتراك على الخليجيين ساعين بكل ما يملكوا إلى الحل السياسي ومحاولة معالجة هذه المشكلة بأي طريقة من الطرق، لأنه في النهاية إذا احتدت الأمور وذهبت في اتجاه المعارك البرية على وجه التحديد سيتكون ساحتها. وجهة نظر إيران، لماذا إيران تضرب دول الخليج بالذات هذه الدول الخمسة ومعها طبعا الإمارات؟ نعم، وطبعا في دول طبيعي أنه كانت تستهدفها، ما كان كثير من الناس ما كان يستبعدوا. يعني ربما تفاجأت الناس من الهجوم على قطر، وتفاجأت الناس كذلك الهجوم على عمان، باعتبار دولتين دي علاقتهم كانت إيه؟ نعم، متميزة مع إيران، وكانوا دائما متعاطفين عموما مع الحالة الإيرانية. لكن يبدو الإيرانيين في معركتهم حسب ما يذكرهم يقول والله يا أخي نحن أمام قواعد عسكرية أمريكية تنطلق من الخليج، وهذه القواعد العسكرية بالنسبة لنا محل استهداف. لكن لوحظ الآن عمليا لم تكتفي إيران بالقواعد العسكرية، دخلت في ضرب مواقع ذات طابع مدني. يعني ضربت مواقع إنتاج غاز، ضربت مواقع إنتاج بترول. طبعا لما تقول له والله إيش الحاصل الآن، يقول لك والله نحن نريد أن نضغط المجتمع الدولي كله في إنه نحن نرفع ونحمل العالم تكلفة الطاقة حتى يضغطوا على الأمريكان والكيان الصهيوني أن تتوقف الحرب. هذه فلسفتهم. ليش والله قاعد تستهدف؟ نحن ما عندنا خيار، ما عندنا خيار. طيب، نايف بن نهار العتيبي وحيي من هذا المنبر له طرح جميل، يقول لماذا لا تضرب إذا أذربيجان التي هي إحدى الدول الداعمة؟ هذا يعني هذه طبعا هذه بتخلينا أعود إلى المقدمة التي ذكرت. إيران أصلا بغض النظر في قواعد عسكرية ما في قواعد عسكرية، هي ترى أن هذه المنطقة يجب أن تتراجع، يجب أن تدمر، يجب كما فعلت مع العراق وفعلت مع سوريا، لأنه أصلا البعد العقائدي حاضر في المشهد. فهي من جهة ترى أن هذه الحكومات بغض النظر في قواعد أمريكية ما في قواعد أمريكية هي محل استهداف بالنسبة له. لكن هي الآن عللها التي تقولها إنه والله لا في قواعد عسكرية، نحن مش قادرين نرمي الصواريخ على إسرائيل، هذه القواعد قاعد تحول بيننا تحاول أن تمنطق طرحها. ولكن يبدو لي أيضا هي كأنما تعطي رسالة إنه والله أنا إذا تراجعت 20 سنة أو 10 سنوات إلى الوراء يجب الدول الخليجية أيضا لو تم إنهاء إيران من المنطقة، ما التصور الذي تراه بالنسبة لأمريكا والصهاينة؟ هل سيكون هذا خير للمسلمين؟ والعكس أيضا. أحسنت. والله هو شوف الرؤية من الصعب إنه الواحد يقول كما يذهب بعض المحللين إنه يقول لك والله إذا سقطت إيران فسنفقد التوازن في المنطقة. طبعا هذا يفترض أن إيران كانت عنصر توازن في المنطقة، هكذا يفترض. لكن أنا في رأيي الأمور ليست بهذا الشكل. قوانين الجغرافيا وقوانين الديموغرافيا والصراعات الإقليمية والدولية لا تقرأ بأن تجعل والله الناس كلها في صندوقين، يعني إما صندوق إيران وإما صندوق إسرائيل. ليست الأمر كذلك، بدليل الآن هنالك مراكز بحثية معتبرة جدا في الكيان الصهيوني يخشون من أن إيران إذا سقطت ستملأ الفراغ تركيا، هكذا يتصورون، وأن هذه الدول السنية
اللي اليوم شافت الوضع وحصل الانكشاف، لن يكون الحل بالنسبة لها هو الذهاب إلى الكيان الصهيوني كما نتصور، لا، ربما تذهب إلى تركيا وتحاول أن تعزز علاقاتها مع تركيا. فالقلق الذي يساور الآن الإسرائيليين هو إنه والله ظهور دولة سنية تلتف حولها المكونات السنية ويمكن أن تشكل عليهم استراتيجيا خطر. ففي خلاف حتى داخل إسرائيل من إنه والله، لكن هذا يعني هذا الظن بعيد جدا. هذا البعد ليس وارد في اتجاه إيران، لأن إيران الدول السنة لا تحابيها ولا تقوم على علاقات يعني ودية معها، إنما علاقات احترام وسيادة الدول فقط. لكن هذا وارد جدا مع تركيا. تركيا دولة سنية وقوية، يعني كما نشاهد اليوم هناك يعني تعاقد عسكري بين المملكة العربية السعودية وبين تركيا، وهناك تعاقد عسكري كذلك بين قطر وتركيا، ولا أدري وضع عمان، وإن كان نسمع أن علاقاتهم عالية جدا. هذا البعد نعم موجود، ولكن إسرائيل لم تتخذ أي خطوة تجاه تركيا فيما نرى فيما نسمع حتى الآن. لا، هو التصعيد الإعلامي تجاه تركيا موجود، يعني بدأ، بل هم يتصورون بأنه يعني الدور قادم على تركيا، هكذا يقول نحن قادم على تركيا. لكن طبعا ليست، إذا كان، أنا أقول لبعض المناقشين، أقول إذا كان هي ما استطاعت أن تبتلع حتى هذه اللحظة قطاع غزة لاحظت، يعني صعب عليها ابتلاعه حتى هذه اللحظة. هل صحيح أن 2036 سيكون الدور على تركيا؟ طبعا هم هكذا يتوقعون أو هكذا يقولون، ولكن ليس كل ما تريده إسرائيل سيكون، ولا كل ما تريده أمريكا سيكون. أمريكا حاليا المعركة الرئيسية بالنسبة لأمريكا ليست هي نفس المعركة الرئيسية بالنسبة للكيان الصهيوني. بالنسبة للكيان الصهيوني أمام هذه المنطقة عنده مهددات رئيسية، دول إقليمية يعني التي تخشاه إسرائيل، هو دولة تركيا من جهة إن برزت وقويت، وإيران من جهة باعتبارها منافس إقليمي، هي تخشى ذلك، وبالتالي تريد إضعاف إيران من جهة، وتريد أيضا إضعاف تركيا من جهة. قناعتي بأن إضعاف تركيا سيكون في المرحلة القادمة، سيسلك معها الجوانب الاقتصادية، سيسلك معها إذا في فكرة الانقلابات، إذا في فكرة الاغتيالات، لكن فكرة الدخول في حرب مباشرة ستكون مكلفة جدا بالنسبة لهم. جميل. لماذا الآن ترامب وافق على إعلان هدنة لمدة 10 أيام؟ لماذا هو كان يريد أصلا القضاء على النظام الإيراني باغتيال القيادات وإنهائها؟ اليوم هو كأننا نرى تراجع. نعم. كيف تقرأ ذلك؟ هو على كل، إذا اعتبرنا أن هذه الهدنة صادق فيها، لأنه لاحظنا خلال الفترة الماضية كذب هذا الرجل وإفكه وافترائه، يعلن هدنة ويضرب اليوم الثاني، يعني ما صادق أولا، لا بد أن ننتبه. لكن على افتراض أن هنالك توجه حقيقي الآن، معنى ذلك بأن الولايات المتحدة أدركت بأن فكرة إسقاط النظام دون إمساك بالبديل فكرة كارثية، والدول الكبرى ما تتحرك كده عشوائيا، يعني هي صحيح الضربات كأنما كانت هي إن إيران تسحب إلى المحور الأمريكي. لوحظ الآن المسألة صعبة، فأمريكا الآن قد تؤجل المعركة لوقت لاحق أو تذهب في اتجاه آخر لتشتغل على فكرة الانقلاب على النظام بطريقة أخرى. يمكن أن يحصل حصار، والآن يقول لك والله نحن رجعناه الآن 10 سنوات 15 سنة إلى الوراء، المفاعل النووي مش واردة الآن، وفي أي لحظة إذا شعرنا بالخطر يمكن أن نضرب الإيرانيين، وبالتالي يقول لك نحن نذهب الآن في اتجاه صناعة البديل، ما دام أن البديل حتى هذه اللحظة غير مهيأ، وفكرة فوضى إيران قد تكون أيضا محل إشكال. يعني هل ترامب ألغى فكرة إرسال 5000 جندي إلى الجزيرة؟ هو مشكلته حتى هذه اللحظة الجيوش شغالة والنزول ماشي، لكن بعض الناس يقول لك والله الآن التصريحات الأمريكية تقول والله حتى نعزز الخيارات أمام الرئيس. هم ما يقولوا هذه خلاص ستبدأ، يقول لك والله نحن للتفاوض هذا يجب أن نعزز، إذا ما نجحت المفاوضات يجب الخيار الآخر يكون الخيار الآخر يكون موجود. فهي في نهاية المطاف لابد، يعني ودي نقطة مهمة لابد أن ألفت إليه، هذه الحرب شيخ برهان من ضمن أهدافها الأساسية صحيح الآن بتدمر في المنطقة وتضعف إيران، لكن عمليا في أهداف استراتيجية كبيرة جدا دمرت بالنسبة للصين. طبعا بالنسبة للصين لابد هذه نشير إليها. يعني عندك الصين كانت تقريبا تستورد 1,300,000 برميل يوميا من إيران،
وكان عندها 1,100,000 تقريبا من فنزويلا. أنت الآن استطعت على الأقل إنه والله إيران هنا الصين المنافس الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد تحجيمها، تريد تعطيلها، تريد كذا. أول حاجة الآن موضوع الطاقة على الأقل دمرته بالنسبة للصين، ووضعت الصين الآن في مشكلة حقيقية. هذا جانب. الجانب الثاني طريق الحرير بالنسبة للصين كان يمر عبر إيران. فأنت الآن أشعلت المنطقة وخليت موضوع العالم كله ينظر إلى أنه هل أصلا موضوع طريق الحرير يمكن أن ينجح بالمرور إلى أوروبا. طبعا الهدف كله أنه لابد الصين تفتح خطوطها مع أوروبا، والولايات المتحدة خرجت منها أوروبا ودخلت الصين على المشهد، معنى ذلك هي حتكون كإمبراطورية تسقط. فهم الآن يخشون من الحالة اللي فإذا وفقوا على كل في أنه والله يعطلوا البترول ويعطلوا ما يمكن أن يصل إلى الصين من إيران، ويعطلوا طريق الحريري، بالنسبة لهم دي أهداف كبيرة جدا. يبقى أمامهم بعد كده هو الصراع حول تايوان، ودي ممكن يعني على كل أن يذهبوا إليها في المرحلة القادمة. طيب خلونا نعود الآن إلى السنن الكونية. نحن كنا نرى إسرائيل تدك في شعبنا الفلسطيني دكا لمدة 2 قتلت الأبناء والأطفال والأبرياء، وما كنا نتوقع أبدا مع علمنا اليقيني أن الله سينتقم لهؤلاء الناس، ما كنا نتوقع أن يحصل لإسرائيل ما حصل. كذلك أيضا كنا نتابع تدخل الإيراني في سوريا وقتله للأطفال والنساء بالذات السنيين، وكذلك في العراق، وما فعله أيضا في اليمن عبر الحوثيين تقتيله للعلماء، أن هذا ظلم واضح. فالسنن الكونية أن الله عز وجل ينتقم من الظالمين. كيف تقرأ السنن الكونية اليوم في وضع إسرائيل؟ نحن نرى الآن الإسرائيليين يعني يبكون ويدخلون في الملاجئ وتدمر بيوتهم وتقلب سياراتهم وتحرق أسواقهم وتتعطل يعني مطاراتهم بشكل عجيب وغريب. هل هذا انتقام من الله عز وجل؟ وهل أن الله سبحانه وتعالى فعلا وحاضر في المشهد إن صح التعبير؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وما هو مصير أمريكا أيضا، التي أمريكا دولة تدعم الظلم وتدعم الظالمين وتقف معهم، أحيانا تمارس الظلم بنفسها بدليل إنكار أهلها عليها، إنكار العقلاء، إنكار أهل العدل والإنصاف من أبنائها غير المسلمين، ما بالك من المسلمين. بإجماع المسلمين أمريكا ظالمة. ماذا سيكون مصير أمريكا في هذا الظلم الذي تسعى إليه؟ الصين دولة إمبراطورية كبرى، لا نسمع أنها تظلم إلا باتجاه ما هو حاصل في الأيغور، أيضا هذه سيكون لها دور كبير. لكن دعنا الآن في هذه الدول الثلاثة، أمريكا وإسرائيل وإيران، قراءة من الناحية القدرية الكونية، السنن القدرية الكونية. ولماذا ابتليت أيضا هذه الدول، دول الخليج، بهذه الطائرات؟ أيضا دول الخليج تحتاج إلى أن تراجع نفسها في بعض الأمور. حياك الله. والله الموضوع شيخ برهان هو بلا شك موضوع طويل، ليس موضوعا بسيطا. يعني الله عز وجل في إطار السياق الكوني هنالك قوانين بينها لنا في كتابه. يلا مثلا قانون التدافع الكوني، بغض النظر مسلمين أو غير مسلمين، الله عز وجل يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وفي نفس الوقت أيضا يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى المستضعفين أحيانا يفتح لهم من النوافذ الكونية بصراع الكبار حتى يفسح المجال للصغار. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني هذه الآية سبحان الله أنا أسميها الرؤية في سورة القصص. لاحظ بعدها بدأ في قصة موسى مباشرة، المولود الآن الذي سيرمى في البحر.
لكن كأنما الله يقول لك والله هذا قدري، وهذا الذي سيرمى في البحر سيصل إلى هذا. اليوم لما ننظر ميلاد الدعوة النبوية في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة ومنها في المدينة المنورة، والتطاحن بين القوتين العظميين في ذلك الروم وفارس، هو صراع باطل، ولكنه أدى إلى نوافذ لدعوة الحق بأن تجد هوامش في هذا الصراع الدولي. هذا من جهة. اللي هو قانون التدافع الكوني، الله سبحانه وتعالى يمهد للمستضعفين عندما يكون خلاص أمامهم العجز وأمامهم ليس أمامهم ما يفعلون، الله سبحانه وتعالى يمهد له. هذا جانب. الجانب الثاني كما تفضلت إهلاك الظالمين. الله عز وجل صبور ولكنه منتقم وحليم. صبور وحليم ومنتقم. بعض الناس سبحان الله حلم الله وصبر الله يغريه، ويتصور من أشد منا قوة. وهذا الذي للأسف الشديد مرت به الحالة الأمريكية، ومرت به الحالة الروسية من قبل، ومرت به الحالة الإيرانية نفسها. يعني أنا أذكر في يوم من الأيام، يعني في قناة الجزيرة، لما دخلت إيران إلى العواصم الأربعة كان في تبجح غير طبيعي، إنه نحن يعني خلاص لا أحد يتجاوزنا في المنطقة. وكان بعض الأتباع كذلك النظام السوري كان يقولون نحن النظام لا يسقط حتى تغرب الشمس من مغربها، كده يعني تألوا على الله سبحانه. لكن الله سبحانه وتعالى ما نراه نحن 10 سنوات في عمر الشعوب أو في عمر الأفراد قد يكون، لكن عند الله لا شيء. 50 سنة لا شيء عند الله صحيح، بل 1000 سنة لا شيء. ولذلك الظالمين يأخذهم الله سبحانه وتعالى طال الزمان أو قصر، والساكت عن الظلم يأخذه الله أيضا. نعم. وسبحان الله يا شيخ برهان، ما كنا نتصور الأمور بهذه السرعة، لكن كنا موقنين بأن الشعوب التي كانت تنظر إلى محرقة الشعوب المسلمة وتقول والله نحن الحمد لله في أمان، والله ما كنا نشك أن الأمر قادم إليها. هذا سنن الله. يعني لا يمكن المسلم يرى جاره ويرى أخوه يعني يحترق ويموت وهو يقول والله أنا في سلام. هذه ما تحصل. إذا كان مجرد سكوتك عن المنكر، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم وتأطرنه على الحق أطرا أو يفعل الله بكم كذا. لاحظت؟ فالأمور واضحة كسنن واضح. لكن متى؟ هذه علما. لاحظ سبحان الله، أقل من 2 انتهت الحالة في غزة وإذا العالم كله في طحن. العالم كله الآن في طحن يضرب بعضه بعض. نعم. ولا أحد يستطيع محلل أو غير محلل ينبئك بمستقبل البشرية. لا أحد. مستقبل البشرية لا، هذا التحليل أيضا غير وارد، لا في قناة الجزيرة ولا في قناة العربية ولا في الحدث. أحسن. ولا في هذه القنوات. لا يطرحون القدر الكوني وكأن الله غير موجود، وكأنهم إذا تحدثوا عن هذا سيتهمون بأنهم إرهابيين. نحن كقناة نطرح القدر الكوني. فالله سبحانه وتعالى بلا شك هو الفاعل الأكبر في الكون. أعطاك مشيئة، ولكن يقول لك وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه الحركات اللي بتحصل للحكومات هي في النهاية تحت المشيئة. والله عز وجل يقول والله بما يعملون محيط. فالإحاطة الإلهية حاضرة. فاليوم نحن تلاحظ هذه المشاريع كانت جزء كبير من المشاريع متخادم، يعني في اتفاقيات هنا وفي تخادم هناك، في الصمت هنا، في شيء نأشي كده كانت هكذا، وطحنت الشعوب في هذا الوضع. بقي شيء لا أحب أن أنهي الحلقة قبل أن نتحدث عنه ولو في 3 دقائق. المسجد الأقصى لأول مرة يغلق قرابة الشهر تقريبا، تماما مغلق تماما، لا يسمح للمسلمين أداء أي عبادة فيه. هذا الموقف الغريب من إسرائيل في ظل هذه الظروف. ماذا تريد إسرائيل؟ هي إسرائيل الآن طبعا جزء كبير من تحركاتها مبني على نبوءات وأساطير. في نبوءات بالنسبة لهم، هم يرون الآن هذه أكبر فرصة. من ضمن النبوءات أنهم يحتربون مع فارس، فيه نبوءات أنهم يقاتلون فارس، وفي ظل هذه الحرب هكذا ينتصرون ويبنون هيكلهم ويقيمون دولتهم من النيل إلى إيه؟ عندهم هذه الأساطير موجودة. وللأسف الشديد بعض المجموعات الصهيونية الإنجيلية الأمريكية متفقة معهم على ذلك. عندهم أهدافهم أولئك أيضا. فهم يرون أن هذه فرصة أول شيء لانتزاع المسجد من المسلمين.
يعني أنت لما يكفل المسجد والحكومات لا تتحرك وجامعة الدول العربية لا تنعقد ومؤتمر الإسلام جامعة الحالة التي تجمع عموم الدول الإسلامية اللي هو منظمة التعاون الإسلامي لا تجتمع، فمعنى ذلك إنه والله يا أخي المسجد الأقصى تحت سلطته، تحت سلطة الكيان يفعل فيه ما يشاء. هم الآن الفترة اللي فاتت اشتغلوا في الحفريات اشتغلوا، لكن أهم جزئية عندهم هو هدم المسجد لأنه جزء من عقيدته. فلا نستبعد المرحلة القادمة إذا لم يكن هنالك تحركا حثيثا ولم يكن هنالك تحركا جادا لحماية المسجد الأقصى، فلا تستبعد أن تكون هنالك خطوات خطيرة جدا. وأيضا في هذه الحرب قد يخشى البعض بأنه والله ممكن أن يحصل، يقول لك والله سقط عليه صاروخ من الصواريخ مثلا، وارد جدا. القوم لا عهد لهم ولا ذمة ولا شيء. موقف المقاومة الفلسطينية من هذا التحرك؟ والله المقاومة على كل خلال الفترة الماضية جزاهم الله خير يعني قاموا بما هو فوق التخيل وفوق التصور، حيث الصمود والثبات لكنهم أيضا لا ننسى الآن هم في وضعية صعبة جدا من حيث الحصار الذي ضرب عليهم سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. الضفة الغربية يواجهون سلطة فلسطينية للأسف الشديد حتى هذه اللحظة مبرمة اتفاقيات أمنية وتلاحق في المجاهدين، تلاحق في المقاومين، وفي نفس الوقت ما عندها أي استعداد أيضا لحماية المسجد الأقصى. فالوضع في فلسطين تحديدا أنا في رأيي إذا لم يحصل تدارك إسلامي ومحاولة إسناد بالنسبة لهم سيكون الوضع صعب جدا. هذا إذا لم يستثمر الآن نتنياهو نفسه إنه هذه الأحداث لا قدر الله إذا خرج فيها منتشي ومنتصر ممكن ببساطة شديدة جدا أيضا أن يدخل مرة أخرى في موضوع التهجير الذي كان عجز عنه خلال الفترة الماضية في قطاع غزة. على كل حال نتنياهو ما استطاع مع وقوف أمريكا وألمانيا وبريطانيا معه ما استطاع أن يقضي على المقاومة الفلسطينية، فكيف سيستطيع الآن؟ أعتقد أن هذه الهدنة جديرة بأن المقاومة تعيد ترتيب نفسها بمشيئة الله. ونحن نعتقد أيضا أن لولا أن الله عز وجل نصرهم وأيدهم ومكنهم لما وصلوا إلى هذه المرحلة، لأن المسلمين أخذوا لهم، لم يأتي خاصة من الدول الإسلامية رسميا أي دعم يذكر كما ينبغي لهؤلاء، لكن الشعوب بذلت قصارى جهدها في الوقوف بجانبهم. وعلى كل حال كما تفضلت وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما النصر إلا من عند الله، والله عز وجل لن يترك عباده ولن يخذلهم سبحانه وتعالى. وأن هذه الفئة خلافا على وجهة نظركم أن هذه الفئة لا تذهب أبدا، بل سينصرها الله سبحانه وتعالى وسوف يهيئ لها الأسباب للنصر. في هذه الأكارم كنا في حديث ماتع سياسي محض هذه الحلقة في ما هو حاصل في المنطقة. نحن كإريتريين جزء من هذا العالم، يجب علينا أن نتدارس ونقرأ ما يحصل وأن يكون لنا دور. الأراضي الإيرانية أراضي إسلامية لا نقبل أي تنازل عنها، في نفس الوقت لا نقبل الظلم من النظام الصفوي ضد أي مسلم من المسلمين في أي أنحاء العالم. كذلك لا نقف مع أمريكا في ضرب والصهاينة أيضا. كذلك الصهاينة على كل حال موضوعهم واضح أنهم يريدون النفوذ بالمنطقة كلها ولا يريدون، يعني هذه قضية واضحة للمسلمين. لكن الإشكال الذي هو حاصل هو الفتنة الحاصلة، هل نقف مع أمريكا ضد إيران أم نقف مع إيران ضد أمريكا؟ فالله المستعان. نسأل الله تعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، ودول الخليج هي دولنا وبلداننا والمسلمين فيها إخواننا، ونتمنى لهم الأمن والأمان. مشاهدينا الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، نسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم أنتم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.